والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل الناس على اختلاف أجناسهم وعلى اختلاف بلدانهم وأديانهم يتوقون إلى حياة طيبة وينشدون عيشة سعيدة هنية. جميعهم يبتغون تحقيق هذا الهدف وتحصيل هذه الغاية، بل يجهدون أنفسهم بحثا عنها وطمعا في بلوغها، إلا أنهم يختلفون في سبل تحصيلها وطرق الوصول إليها لتباينهم في معرفة معناها وحقيقتها. فمنهم من يظنها طيب مأكل ومشرب وحسن ملبس وهنيء مسكن، ومنهم من يظنها سعة في المال وقوة في الجاه، ومنهم من يراها بزينة الأولاد والنساء وغيرها من متع الدنيا. لهذا نجدهم منشغلين بجمع هذه الملذات وتحصيل هذه الشهوات، بل هناك اجتهاد وابتكار لوسائل المتعة المادية وأدوات الرفاهية وإشباعات الجسد، ورغم ذلك تجدهم يعانون آلاما نفسية وقلقا وتوترا دائمين وضيقا وكآبة من معيشتهم وعالمهم الخاص، لأن هذه الأمور يدرك بها شيء من نعيم الدنيا، لكن لا يدرك بها السعادة الحقيقية المنشودة والحياة الطيبة الهنية. فما معنى الحياة الطيبة وما طرق تحصيلها؟ الموفق للحياة الطيبة هو من أخذها من كلام الله ومن أصدق من الله حديثا، فقد حددها عز وجل في كتابه العظيم وبين سبل بلوغها في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن خلال هذه الآية الكريمة يظهر لنا جليا أن شرط الحياة الطيبة صلاح باطن واستقامة ظاهر، لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فما هو الإيمان المطلوب وأي عمل صالح يحقق الحياة الطيبة الهنية؟ الحياة الطيبة تحصل من نفحات الإيمان بالله واللجوء إليه سبحانه والاعتصام به بقلبك ولسانك وجوارحك. تكون بالطاعة والإحسان والقيام بحق الله وحسن معاملة الخلق. هذه النفحات هي التي تنعكس على النفس، فتجعل الروح محبة لله عز وجل، معظمة له مقبلة عليه، فتثلج في الصدر بالطمأنينة والرضا، وتقوي القلب بالرجاء والأمل، وتجعل العقول تسلم لحسن تدبيره عز وجل ورعايته. آنذاك تستشعر النفس الحياة الطيبة والعيشة الهنية السعيدة، والإنسان إذا أدركها في الدنيا امتدت إلى آخرته وصاحبته في عرضه ونشوره، فكان مقامه أحسن في الحياة المستقرة الأبدية. فالله عقب في آخر الآية بوعد جزاء الآخرة بقوله: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وليس معنى الحياة الطيبة ألا يكون ابتلاء واختبار في حياتنا، فسبحانه وعد عباده بذلك ليرى منا من يصبر ويحتسب ويتحمل المصائب ويرضى بالأقدار، ومن لم يكن كذلك، في قوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هذا التقديم نستخلص أن الحياة الطيبة تكون بالقرب من الله تعالى ومناجاته ودوام الصلة به. الحياة الطيبة تحرير النفس من قيود المادة وأغلال الشهوات وتدبرها في ملكوت الأرض والسماوات. الحياة الطيبة ثقة بالله واطمئنان إلى حسن رعايته وتدبيره،
وفوز برضاه. الحياة الطيبة لا تضمنها أعراض زائلة كالمال والجاه والسلطان، لكن يضمنها رضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. الحياة الطيبة صحة وهدوء في النفس، وبركة في الرزق، وسكن في البيوت، ومودات في القلوب، وراحة في الضمير. الحياة الطيبة لا يتكدر فيها عيشك بسبب ما فاتك منها، ولا يصيبك قلق على أمور قد لا تدركها. هي عيش مع الكفاية والعافية. فكل النعم والمتع الحسية والمادية والمعنوية والنفسية تتلاشى وتنقضي، ولا يدوم إلا نعيم واحد: عبادته سبحانه وطاعته والتزام قربه. فاللهم ارزقنا حسن تدبر القرآن وحسن تلاوة آياته. اللهم اجعلنا ممن يفهمون معانيه ويفقهون أسراره. اللهم اهدنا إلى تطبيق أحكامه والعمل به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.